سمعت عن المثل اللي بيقول لك يخلق من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد عالم. اهو النهارده المثل ده بيتطبق على ارض الواقع، وحصل فعلا في القرن الماضي. فبالفعل كان هناك عالم، ولكنه لم ينجب فاسد، بل انجب علمة. ومش علمة يعني واحدة معاها دكتوراه ولا درجة علمية، لا، ولكن علمة بلغة الشرق يعني رقاصة، واللي كانت اجمل نساء جيلها في الوقت ده، واتقال عليها حكايات ولا في الاساطير، وكأنها كانت ملكة متربعة على عرش الرأس في مصر، إنها بامبا كشر. حكايتنا النهاردة هتبقى عن بامبا كشر، أشهر راقصة في القرن اللي فات. بس قبل ما أبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو أنت أول مرة بتشوف في القناة ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا نبدأ على بركة الله. قالوا عليها ست الكل، وهي أول واحدة أطلقوا عليها الاسم ده قبل حتى أم كلثوم. وكانت غنية جدا لدرجة إنها كانت بتشرب الخيل اللي بيجر لها الحنطور بتاعها أفخر أنواع الويسكي. وبتعتبر بامبا كشر أشهر واحدة في عالم الرقص الشرقي في أوائل القرن العشرين. ومش كده وبس، دي بتعتبر أول رقاصة خرجت من أسرة عريقة وغنية وصاحبة جاه وسلطان. كانت بامبا كشر بالنسبة للعصر ده ماشية على آخر صيحات الموضة، وكانت متأثرة جدا بمقاييس الجمال في بلاد فارس. وعلى الرغم من مرور أكتر من 90 سنة على وفاتها، إلا إنها كانت أشهر الجاملات في زمنها، وكانت فتاة أحلام لأي راجل غني في الدولة، ولقبوها بملكة الأنوثة. اسمها بالكامل بامبا أحمد مصطفى كشر، من مواليد سنة 1860، وبتنتمي لأسرة ثرية جدا. فجدها من أبوها كان من أعيان مصر في القرن التمنتاشر، وهو السلطان مصطفى كشر. وأمها من أعيان المماليك، وهي تبقى حفيدة سلطان مصر المملوك الأشرف عيتال. أما أبوها فهو كان معروف بإنه مقرئ قرآن، وصوته كان جميل جدا. وبعد وفاة أبوها اتجوزت أمها مرة تانية من المقرئ الخاص بالخديوي توفيق. ولأن بامبا وإخواتها ما كانوش راضيين عن الجوازة دي، ورافضين إنهم يعيشوا مع جوز أمهم، فسابوا أمهم وعاشوا في حي الحسين، واللي كان في الزمن ده بيعتبر من أرقى أحياء مصر. وكانت ليهم جارة مشهورة، وهي الرقاصة التركية سلم. وسلم دي هي اللي شجعت بامبا على الرقص، وكانت بتاخدها معاها في أي حفلة تروحها. ولما وصل سنها ل 14 سنة بقت رقاصة درجة أولى. ولما بقى عندها 20 سنة انفصلت عن سلم، وأسست فرقة خاصة بيها لتستمر بعدها متربعة على عرش الرقص لمدة 50 سنة ولحد وفاتها. اشتهرت بامبا بأنها كانت الراقصة الخاصة بالملوك والسلاطين، وهي أول واحدة رقصت وهي شايلة صينية مليانة كوبايات ذهب على راسها، لدرجة إنها اتنافست مع شفيقة القبطية، واللي بتعتبر من أشهر الراقصات في جيلها والمنافس الأول ليها. وقدمت بامبا للفن المصري الكتير، فهي صاحبة أول مهرجان فني سنوي أطلقت عليه اسم حفلات الزار. كانت في المهرجانات دي بتدعي كل الأعيان والبشوات والسياسيين علشان يشوفوها وهي ترقص في فقرات المهرجان. وكان ليها نصيب إنها تلحق النهضة الفنية في مصر، وقدرت إنها تشارك في السينما الصامتة في أواخر حياتها، وظهرت في 3 أفلام، وهما نداء الرب سنة 1926، وليلى سنة 1927، وبنت النيل سنة 1929. وبيتقال عليها إنها كانت بتعشق حاجة اسمها سعد زغلول، لدرجة إن بعد رجوع سعد زغلول من منفاه فرشت شارع الموسك كله بأكمله بأفخر أنواع السجاد وعلى نفقتها الخاصة، كدلالة على ترحيبها بسعد باشا زغلول. واتجوزت بامبا كشر 7 مرات. أول زواج ليها لما كانت شغالة مع الراقصة سلم، كان ليها واحد مخصوص بيوصلها للحفلات، ولما حبوا بعض اتجوزوا. لكن الجوازة دي ما استمرتش كتير، وانفصلت بسرعة عن جوزها الأولاني علشان تتجوز بعد كده من الفنان سيد الصفتي. والجوازة التالتة ليها هي كانت من ابن شهبندر التجار توفيق النحاس، وخلفت منه حسن وخديجة. بس عيلة توفيق خيروها إما إنها تعتزل الرقص أو إنها تتطلق، فاختارت الرقص اللي بيجري في دمها. بعد توفيق اتجوزت من أحد أعيان الصعيد، واللي ادالها مهر 60 فدان، وبرضه ما كملتش معاه علشان تتجوز من بعدها من عازف القانون اللي شغال معاها في الفرقة بتاعتها. وكان آخر جوازة ليها كان واحد من أعيان القاهرة، واللي أهداها حنطور من أوروبا واتنقش عليه اسمها، وأجر ليها رجالة مخصوص علشان يمشوا قدام الحنطور علشان يجبروا الناس إنهم يوسعوا لها الطريق. وكانوا طول ما هم ماشيين قدام الحنطور بيقولوا أغنيتهم المشهورة يا بامبا كشر يا لوس حلو ومقشر. وفضلت بامبا كشر شغالة في مهنة الرقص لحد ما ماتت سنة 1930،
وكان عمرها ساعتها 70 سنة. ومن غرابة قصتها اتعملت قصة حياتها فيلم قامت ببطولته الفنانة نادية الجندي في السبعينات، واللي كان بيحمل اسمها. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي بتمنى يا رب أن تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.